لو بتدور على شريك حياتك وعايز تختار صح، يبقى لازم تسمع مني الكلمتين دول، عشان دول الخلاصة اللي هتحميك من وجع دماغ السنين الجاية كلها. الجواز مش مجرد قصة حب وفسح وخروجات، الجواز هو القرار الوحيد لو اخدته غلط هتدفع ثمنه من راحتك ونفسيتك العمر كله. اول حاجة لازم تفهمها انك مش بتتجوز حد عشان تغيره تماما. بعدين اكبر غلطة ممكن تعملها انك تكون داخل علاقة وحاطط في دماغك انك هتغير الشخص ده 180 درجة او هتعدل طباعه وتغير شخصيته. انت بتاخد انسان كامل على بعضه بعيوبه بمميزاته، ويا تقبله زي ما هو وتتعايش مع عيوبه، يا تسيبه من الاول، لان الطبع دايما بيكسب ومش بيتغير بالطلب. تاني حاجة، سيبك من جو المظاهر وركز في المعدن وقت الضغط. في وقت الفرح والروقان كل الناس بتبقى ملايكة وزي العسل، لكن الاختبار الحقيقي اللي بيبين اصل الشخص هو وقت الضيق او وقت الخنقة، او يحصل موقف صعب او يحصل خناقة. ساعتها بتشوف النسخة الأصلية للشخص، وهتعرف ان الشخص ده بيصون العشرة ولا بيبيع في أول محطة. في الآخر لازم تمشي ورا راحتك النفسية. في شخص الناس كتير بتحلف بأخلاقه وبأدبه واحترامه، لكن انت لما بتعاشره بتشوف غير خالص، وانت قلبك بيبقى مقفول من ناحيته ومش مرتاح. ما تضغطش على نفسك عشان ترضي حد، لأن دي عشرة يومية وتفاصيل العمر كله بتعيشها معاه. لو مفيش راحة تخليك على طبيعتك من غير ما تتصنع، يبقى بلاش. اوزن أمورك بعقلك وقلبك واستخير ربنا، وما تستعجلش عشان تبني بيت صح ما يتهدش مع الزمن.